قتلت؟ قتلت ابني. ابنك؟ ايه. زين، شنو السبب؟ هو مواليد 97. 97. ايه، عمره انت 22 كم سنة. طفل عندك؟ عندي 4 ولد وبنت عمرها 12 سنة. زين. طفلة صغيرة بنت عندي عمرها 12 سنة. وهذا الاكبرهم؟ وهذا أكبرهم عمره 22 سنة ومتزوج. متزوج. ايه. زين. كان يسكن ويانا بالبيت. يسكن وياكم؟ اي نعم، كان يسكن بالبيت ويانا. أنا كل ما أطلع للسوق أو أروح للدوام. زين. أنا موظف. بس موظف، لا تذكر الدنيا. ايه. زين. فكنت أنا أداوم وأروح للدوام، أخليه هو بالبيت يدير باله على الجيران، على البيت وعلى أمه. زين. مطمئن أنا قلت انت دوامك شنو يتطلب؟ انه مبيت خارج البيت لفترات طويله، لو تروح وترجع الظهر؟ اي، دوام بين يوم ودوام. يعني تداوم يوم وتبات وبعدين تنزل؟ تمام. 8 اروح ب8 ارجع. اوكي. بين يوم دوامي. جيد. فجهال اطفال صغار اخليه يمه، هو بالبيت متزوج عنده عائله، زوجت يمين امه. انا هم بالدوام متراهي فكر صار، اقول عندي زلمه بالبيت. زين. هاي صار الشغله. وبعدين ورا فتره اكتشفت هذا من ورايا ده يتحارش بالجهاد جنسيا. واخوانه؟ ايه، باخوانه وباخته. فكذا مره يعني اكتشفت عليه شغلات ملاحظات، بس شنو ما عندي اثبات دليل قوي عليه حتى اتحاسب وياه او احكي وياه، فما فاد وياه. فكذا مره حطيت له كمين ما قدرت الزمه. فاليوم انا قاعد بالبيت الساعه 4 على العصر، جاي اشرب نرجيله بالبيت، اشوف بنتي بالحمام صاحت بابا الحقني. قلت بابا انت بالحمام تسبحين ويا امك، شنو اجيش؟ ركضت على باب الحمام قلت شكو؟ قال بابا اخوي وليد حاط الموبايل من الشباك يصورنا. قلت وليد يصوركم؟ قال لي. قلت شلون عرفتي؟ قال بابا عرفه موبايله ايفون بخط رصاصي. طلعت برا الحوش، هو من الباب اجى قال بابا كذب بابا كذب. قلت له انت ايش مدري؟ قلت برا جيت سمعت هالحكي. زين. فبوعت على موبايله ماسح الصور، هم طلع من عنده. ورا مده هم يعني انت شفتها من مسح الصور؟ اي، كان بيده موبايل يسوي شيء. قلت له شنو صورتهم؟ قال لا. قالت بنتك اختك يصيح يقول انت جاي تصورنا بالحمام. قال ماكو حكي، كذب تكذب. قال والله بابا شفت الموبايل ماله، عمره 12 سنه، فهو طفل صغير يفتك على نفسه. يعني بنتك صادقه، هاي اول نقطه. ها؟ بنتك صادقه؟ هي صادقه على دربي، هي ما تكذب، طفل صغير شلون تكذب؟ زين. قال بابا والله شفته من الشباك الموبايل نصه بالحمام ده يصورنا، انا وماما دا نسبح بالحمام. قلت يا ربي شو اسوي له هذا؟ سكتت. قلت يلا خلصت بابا ماكو شيء، خليها هسه بعدين نحكي وياه. رحت للدوام ورجعت ورا يومين ابني الصغير قال بابا اقول لك فد شيء بس لا تحكي. قلت له شنو؟ قال انت من تروح وليد اخويا ياخذنا بالسياره صديقك سيارته يفرنا في الشارع وما يبقى ويا الرجال بالبيت. قلت له ليش يبقى بالبيت بابا؟ قال ما ادري وليد كل مره يسوي بينا هيك. طلعت امه متفق وياها، هي تمارس البغاء ويا الرجال وهو منها حاطه طعم البنيه جوا ايده. فلهذا واحد مستر له بالبيت وكلهم يخافون يحسون له هو ضخم يقتلهم. انا اروح للدوام مسيطر عليهم يعني.